عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنطلع بفيديو جديد، بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمي الله ونبدأ ونشوف الحاجة اللي ويانا، ونتمنى يا رب ان حاجتنا تعجبكم. أول حاجة يا حبايبي معايا ديت، دي بتاعت الكب كيك. هي دي شكلها معانا، هي اللهم صل على النبي، هي تيفال اهي، يتعمل فيها الكيك، يتعمل فيها الكب كيك. اهي دي شكلها معانا اهي، انا مجرباها عندي في البيت وحلوه قوي. دي كنت جايباها من فتره قوي زي ما انا قايله. كنت جايباها ب20 او ب25 جنيه، لا بالظبط ب25 جنيه دي. اهي دي يا حبايبي شكلها معانا اهي. طبعا ما فيش السعر ده دلوقتي، هنشوف ايه مع بعض تاني. بعد كده يا حبايبي بقى معايا اللهم صل على النبي، معايا الساعه ديت. انا كنت لقيتها وعجبني شكلها، فانا جبتها لها باذن الله في اوضه الاطفال. دي كنت جايباها ب100 و 130 جنيه. اهي دي اهي شكلها، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. زي ما انا بقول، اي حاجه بنلاقيها تنفع لبناتنا بنجيبها. اي حاجه بنلاقيها تكون نافعاهم هتتجاب وهتشتري، مش هتخسرني في اي حاجه. اهي يا حبايبي دي شكل الساعه بتاعتي اهي. هنشوف مع بعض ايه تاني. بعد كده يا حبايبي معايا بتوع الكب كيك دول. دول 3 مع بعض، القلب والمدور والمربع اهو. دول شكلهم، هنشوف شكلهم ايه مع بعض، هفتحهم ونشوفهم. اول حاجه يا حبايبي معايا ديت اللي هي القلب اهي. دي شكلها اهو. هي طبعا بتتفتح من هنا، بتتفتح كده، وبنبدا ان احنا بنزقها كده من تحت كده اهو اهو يا حبايبي، وبنطلع ايه الكيك والحاجه بتاعتنا. ديت اول واحده، هنشوف التانيه. بعد كده يا حبايبي معايا ديت اللي هي تاني واحده، دي اللي هي المدوره اهي، القالب المدور اهو. دي شكلها. هنشوف القالب اللي بعد كده. بعد كده يا حبايبي معايا اللي هو القالب اللهم صل على النبي، القالب المربع اهو. دوت حجمه اهو. هما الطقم دوت اللهم صل على النبي دوت تيفال. الطقم ده كنت جايباه بالظبط ب150 جنيه. هنشوف ايه مع بعض تاني على كده. بعد كده بقى يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي، معايا اللي هم الصواني الجرانيت. دول ما هو الاسم بتاعهم، الماركه بتاعتهم اهي. دول جرانيت تركي. دول 2 مع بعض اهو. نفتحهم ونشوف شكلهم مع بعض ايه. اول واحده هي يا حبايبي معانا اهي. دي شكلها، دي اللي هي الصغيره اهي. ده الشكل بتاعها، هي لونها موف اهي. طبعا ما شاء الله عليهم ناعمين جدا اهي يا حبايبي. عليهم الختم بتاعهم ميدين ان تركيا اهو. مش عارفه هي باينه ولا مش باينه معاكم اهي اهي. دي كده شكل اول واحده. هنشوف تاني واحده معانا. دي يا حبايبي تاني واحده اللي هي الكبيره اهي. دي برضو الشكل بتاعها. طبعا بنحط ابره فيها بتبقى ناعمه جدا. دي اهم حاجه في اللهم صل على النبي في الجرانيت، ان احنا بنمسكه بنلاقيه ناعم جدا. دي اهم حاجه. وبرضو عليها برضو الايه، عليها برضو يا حبايبي الختم بتاعها ميدين ان تركيا اهو. دول كده معايا اهو. ادي الصينيتين، دول الصينيتين اللي انا جايباهم لها، اللي هم المربعين. دول شكلهم هم معانا. هنشوف مع بعض ايه تاني في بقيه الحاجه اللي ويانا. بعد كده يا حبايبي بقى معايا اللي هم الجرانيت. اللهم صل على النبي، اللي هم الكنك الجرانيت. دول 3 مع بعض اهم. دول من ال3، والحمل بتاعهم الرابع، ودوت الاسم بتاعهم. زي ما انا يعني معرفاكم، انا مش بعرف اقرا انجليزي، فدوت الاسم بتاعهم. هم تركي اهو، من تركيا اهم يا حبايبي. دول من الالوان بتاعهم الموف والبني والبينك والنبيتي. واللي انا جايباه البنشي اللي هو النبيتي، لاني انا ماشيه لها مع طقم الجرانيت. هنفتحه مع بعض، بس قبل ما نفتحه دايما بنذكر بعض. الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد رسول الله. هنفتحه بقى مع بعض ونشوف شكله حبايبي اهوت. ادي الطقم بتاعنا اهوت دوت. دي اللي هي اللهم صل على النبي، دي الكنكه الصغيره. في حاجه بقى يا حبايبي، لان دلوقتي نازل منه مضروب، اللي هو اما بمسكه
بتك عليه اهو، انا بتك عليه ما شاء الله عليه، يعني جامده في ايديا. اللي نازل الجديد اللي هو ب 200 و 250 بتاع اليومين دول، لا انا لو اتكيت عليه كده هتطبق معايا. فديت حاجه لازم ناخد بالنا منها. اهي ديت اهي عليها ميدين ان تركيا، انا مش عارفه هي بس باينه معاكم ولا لا. اهي دي الصغيره. بعد كده يا حبايبي بقى معايا اللهم صل على النبي. بعد كده معايا دي اللي هي الاكبر. اهي برضو عليها نفس الختم. اهي دي شكلها. بعد كده يا حبايبي بقى اللي هي التالتة بتاعتهم. اهي دي الشكل بتاعها برضو كلهم عليهم الختم من ورا، والمكتوب عليهم ميدن ان تركيا. اهي وديت ما عليها اخر واحدة فيهم عليها الاسم بتاعها، الماركة بتاعت الكنكه. اهو ادي التلاتة دول. وادي الحامل، ادي الحامل بتاعهم. ودي يا حبايبي الحاجات اللي كانت معانا النهارده. نتمنى يا رب ان الحاجه بتاعتنا تعجبكم، وان عجبكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا لنا الجرس، وعايزين منكم لايكات كتير والشير عشان باذن الله يوصل لكم مننا كل جديد.